في البداية إذا كنت أول مرة تشوفنا تأكد إنك تضغط على الإعجاب وتشترك بالقناة وتفعل الزرار بتاع الجرس عشان لو نزلنا أي ملخص يوصلك زي إشعار على تليفونك. في المستقبل في مدينة موسكو كان أوليج وإليون في مطعم بيتعشوا مع بعض، وكان في طيارة في باريس بتستعد للهبوط، وفجأة بينطفي النور وكل الركاب بتفقد الوعي تقريبا. ومش بس في الطيارة، كان في العالم كله والكهرباء بتفصل برضه إلا في جزء صغير من أوروبا. وقتها الكل بيشوف طيارات بدون طيار بتملى الشوارع، وكان أوليج وكل اللي في الفندق بيروحوا يشوفوا ايه اللي بيحصل وبيسمعوا الاخبار اللي كانت بتقول ان اللي حصل ده مش نتيجة كارثة طبيعية. وكانوا في البداية مشتبهين انه ممكن يكون هجوم ارهابي، بس بيعرفوا انهم فقدوا الاتصال بالعالم كله، وبيرسلوا مجموعة جنود بقيادة القائد دومينوف لمدينة من المدن الضلمة، وكان معاهم الصحفية أوليجا علشان توثق اللي بيحصل. وكانت الحكومة ارسلت طيارات بدون طيار لهناك علشان تشوف اللي بيحصل، بس الطيارات دي ما رجعتش. وبيوصلوا بيلفوا في المدينة وبيدخلوا محل وبيشوفوا كل الناس هناك ميتين، حتى السمك كان ميت. وبيسألوا بعض ازاي الكل مات كده، لان مفيش اي حاجة تدل ان فيه هجوم حصل، وكأن اللي حصل ده حصل مرة واحدة. وبيروحوا يكتشفوا شقة وبيلاقوا كل حاجة في مكانها وكأن ما حصلش حاجة، بس فجأة شخص غريب بيهجم على واحد من الجنود، وباقي الفرقة بيروحوا بسرعة يلحقوه، بس اول لما بيشوفهم الشخص الغريب ده بياخد السلاح الجندي وبيهرب بعيد عنهم، وكل الجنود بتفتح عليه النار بس مش بتقدر تصيبه. وقتها بتاخد الجنود صاحبهم المصاب وبيرجعوا الطيارة، وهناك بيسألوه لو شاف الشخص اللي هاجمه، بس بيقول لهم انه كان ضلمة وما شافوش. وبعد شهر اكتر من 100 مليون روسي يعتبروا ميتين، وبتحاول الحكومة تهدي الناس اللي لسه عايشين، بس كله على حسب دينه معتقد ان دي نهاية العالم. وفي نفس الوقت يوري واحد من المدنيين اللي بيتبعت له رسالة بينطلب فيها انه ينضم للجيش، وكان يوري بيعتني بامه اللي عندها زهايمر وكان خايف عليها، بس في الاخر بيوافق وبينضم للجيش. ولما كان في طريقه للقاعدة بيلاحظ شكل الوضع الحالي للعالم، وان شهر واحد بس كان كافي يخلي شكل الشوارع كأنها بعد نهاية العالم. وبيوصل وبينضم لفريق أوليج وبيتشرح لهم الوضع الحالي. وكانت الجنرال ماريا بتعرفهم ان كل مدينة في الضلمة تعتبر مكان وباء، الا الجزء من موسكو واوكرانيا وفنلندا، دي الاماكن اللي فيها لسه ناس عايشين وبيسموها دوائر الحياة. وكانت في رحلة استكشافية راحت ورجعت بجثث ناس من الميتين، وبعد التحليل وصلوا لسبب الوفاة اللي كان بسبب مواد كيميائية بينتجها الجسم الإنسان نفسه. وكان مهمة الفرقة الجديدة إنها تلاقي دليل للعلماء علشان يشوفوا السبب ورا ظهور المواد دي، وبتحذرهم وهم هناك لازم يكونوا حذرين جدا، لأنهم أرسلوا فرق كتير للمناطق المظلمة بس أغلبهم مش بيرجع، والكل بيستعد علشان يتحركوا. وقتها بيوصل متطوعين جدد، وبتتفاجئ أوليجا بإليون، وفجأة الإنذار بيشتغل وبيحذرهم من هجوم جاي عليهم. وكان عدد الأعداء كتير من اتجاه الغابة، وبيتجمعوا الجنود على حدود القاعدة وكانوا مستعدين. وفجأة بتقطع الكهرباء، والقائد دومينوف بيضرب مسدس الفلير علشان يشوف عدوهم، وبيلاحظوا كائنات غريبة بتهجم عليهم. وقتها بيفتحوا النار عليهم بشكل عشوائي، بس بتقدر الكائنات دي توصل للقاعدة وبتهاجم أي شخص قدامها. وقتها أوليج بيفقد الوعي، وتاني يوم بيصحى أوليج بس كان في وحش فوقه، وبنعرف ان هم دببة برية، بس بيجي إليون وبيشوف انه لسه عايش وبيشيل الدب من فوقه. وكان في مجموعة كبيرة من الدببة ميتة بره من رصاص الجنود، ومحدش فاهم هم ازاي الدببة دول تهجم عليهم هجوم منظم كده. وبتعمل أوليج لقاء مع الصحافة وبتشرح لهم اللي حصل، وبتروح لصاحبها إليون اللي كان مصاب في المستشفى تطمن عليه. وقتها كانت ماريا ودومينوف بيتكلموا عن مجموعة أشخاص اكتسبوا قوة خارقة بعد ما الكهرباء اتقطعت، وكانوا بيقدروا يخزنوا معلومات في أدمغتهم زي أجهزة الكمبيوتر بالظبط. وكان أقوى واحد فيهم هو ساشا اللي موجود دلوقتي في المستشفى العسكري من وقت ما الكهرباء اتقطعت، وكان دايما بيحلم براجل اصلع غريب. ولما بيفوق بيلاقي شخص اسمه جينيا جاي زوره، وبيعرفه انه مبعوث من شخص اسمه إد وهو القائد بتاعه. وبيعرفه كمان ان الموجة الاولى دمرت جميع الالكترونيات، والموجة التانية قضت على اي كائن حي، اما الموجة التالتة اللي لسه هتحصل هتخلي الميتين يهاجموا الاحياء، ومش بارادتهم، بيكون في شخص متحكم فيهم، بس قدامهم وقت علشان
يوقفوا اللي هيحصل ده، بس ساشا بيقول له انا مش هعمل حاجه، وبينادي الامن اللي بره علشان يطردوه. بس المفاجاه ان مفيش حد شايف جينيا الا ساشا، وبينادوا الدكتور وبيقولوا ان ساشا بيهلوس تاني، وبقيه الجنود بيخرجوا للمهمه. وكان يوري طالع مع اوليجا، ولما بيوصلوا لمدينه من مدن الضلمه بيشوفوا دبابات الفرق اللي قبلهم وهي متدمره على الطريق، وكمان فتحه كبيره في المباني، وده معناه ان الموجه الثالثه بدات فعلا. وكل اللي بيشوفوه الجنود بيتصور وبيروح للسكان اللي بيخافوا، وبيحصل اعمال شغب ومعدلات الجريمه بتزيد، ومش قادرين يسيطروا على المدينه. بس القادات بتوعد انهم هيتصرفوا، بس الناس كانت حاسه ان القاده بتخفي حاجه عنهم. وعند الجنود بتنقسم لمجموعات علشان تغطي مناطق اكبر من المدن، وبيكون يوري واوليك في المجموعه السابعه، ولما كانوا بيعدوا الغابه بيساعدها تعدي مكان وكان فيه اعجاب بينهم. وبتوصل الفرقه الرابعه اللي كانت بتتحقق من قريه صغيره. وقتها واحد من الجنود بيفتح باب غرفه تخزين وبيقع عليه عصيان حديد وبتصيب رجله، وبيقرر الفرقه انهم يرتاحوا في واحد من البيوت لحد لما توصل الدكتوره. وبتوصل اليون وبتشوف الجندي وبتعرفه انه مفروض يرجع لموسكو لو مش عاوز يفقد رجله. وعند المجموعه السابعه لما كانوا بياكلوا بيلاحظ يوري حاجه غريبه في المحل اللي قدامهم، وبيشيك على الفيديوهات اللي سجلوها، وبيشوف ان ابواب المحل كانت مقفوله لما وصلوا. وبيروح يوري وكام جندي للمحل وبيشوفوا دليل ان كان في شخص هنا، وبيقرروا يعرفوا هو مين، وبيحطوا افخاخ وبيرجعوا الشقه تاني وبيستنوا ايه اللي هيحصل. وبيلاحظوا حركه فبيتحركوا على المكان، وبيدخلوا جوه المحل وبيشوفوا ولد صغير كان اصيب من الافخاخ اللي حطوها، وبياخدوه للشقه علشان يساعدوه. بس الولد بيفوق وبياخد سكينه من جندي وبيخلص عليه، والباقي بيردوا يضربوا نار على الولد وبيموت. وعند ساشا بيخرج علشان يشم هوا نضيف على سطح المستشفى، وبيتفاجئ بإد اللي بيعرفه انه هو اللي بعت له جينيا علشان يقابله. وبيفتكر ساشا انه رجع للتهيؤات تاني، بس بيعرفه انه عارف ايه اللي بيحصل وعاوز يساعد. ولما بيكشف عن وشه بيبان انه مش انسان طبيعي. وفي اللحظة دي بتيجي ماريا مع جنودها وبيصوبوا بأسلحتهم ناحية الشخص ده، لكن فجأة الجنود بتصوب الأسلحة ناحية ماريا، وده لانه استخدم قوة عنده انه يوهم الجنود انهم يشوفوا ماريا انها إد، وان إد هو ماريا، فمش بتقدر تعمل له حاجة، لكنه بيقسم انه معاهم وبيحذرها ان الملايين زيه هينهوا البشرية. وقتها بتاخده على مكتبها وهناك وبيفهمها انه مفروض كان يعمل الاشعاع لما القمر يكون على المحيط، بس حصل خطأ وعمل الاشعاع لما كان القمر بيغطي الجزء اللي هم فيه من اوروبا، علشان كده ما ماتوش وحماهم من الاشعاع. وان اي شخص في المدن الضلمة هو عبارة عن جسم هم بيتحكموا فيه، وان كوكبهم بيتدمر ومحتاجين كوكب جديد يعيشوا فيه، واختاروا الارض، وان شعبه جايين. وبيعرفها ان كان في موجة صفرية قبل كده، ودي كانت هي الجنس البشري اللي هو على حسب كلامه السلاح الحيوي اللي ارسلوه الفضائيين علشان يخلصوا على سكان الارض. وسكان الارض الاصليين دول هم اللي بنوا الاهرامات في مدن تحت المية لانهم كانوا متطورين جدا، وكان البشر سلاح بالنسبة للفضائيين، وانهم مشتركين في حاجات كتيرة. وبيعرفها كمان انه ليه اخ اسمه را، وانه عاوز يدمر الارض، بس إد مش عاوز وعاوز يساعد البشر. بس المشكلة انه ما يعرفش مكان اخوه، وساشا هو اللي يعرف بسبب الاحلام اللي بتجيله، وان الجيش بالكامل بتاعهم هيجي بكرة. في الوقت ده الفرق كلها بتتعرض للهجوم من بشر متحكم في عقولهم، والجنود بيضربوا نار عليهم، بس كان اعدادهم كتير جدا وكانوا بيردوا على الجنود وبيخلصوا عليهم. وبتخلص الذخيرة اللي مع الفرق كلها، وبتنفجر الشقة كمان اللي هم متخبيين فيها. اغلب الفرق بتضرب فلير المساعدة، بس باقي الفرق مش معاهم امدادات علشان يساعدوهم اصلا. وبتتخبى باقي الفرقة 7 على سطح واحد من المباني علشان يكونوا بعيد عن الاعداء. وبتوصل رسالة لماريا بتعرفها باللي حصل للفرق، وبيعرفوها انهم بيضيعوا وقت، والاتنين بيطيروا وبياخدوا ساشا معاهم. وفي الرحلة بيعرفوا إد انه مش بيكبر او بيموت، بس ممكن يتقتل. ولما بيوصل القاعدة بيدخل ساشا في غيبوبة وبيخليه يرسم مكان اخوه را، وكان فوق برج عالي، وبيعرفهم انه من مكانه فوق البرج بيقدر يتحكم في الناس، وكان عاوزهم يتحركوا بسرعة، بس دومينوف مش بيكون واثق فيه. وقتها بتوصل رسالة من جندي ان موسكو بتتعرض للهجوم كمان، فبتقنع ماريا دومينوف انه هو املهم الوحيد ولازم يمشوا وراه. وعند المجموعة 7 بيقرروا ينزلوا من على المبنى علشان يدوروا على الفرق اللي ما بعتتش اشارات. ولما كانوا ماشيين في الشوارع بيقابلهم شوية من الاعداء وبيخلصوا عليهم، وكان
بينهم ولد صغير وبتزعل عليه أوليج وبتقول انه كان عاوز يتكلم، بس بيهجم عليهم ناس تانيين وكل الجنود التانيين بيموتوا، وبيقدر يوري يقاوم شوية وبيدخل هو وأوليج جراج وبيلاقوا عربية فيها بنزين علشان يرجعوا للقاعدة. وعند ساشا بيعترف انه خايف يروح معاهم لان را شافه في الرؤية. وقتها إيد بيسمح له يقعد علشان هيكون أأمن ليه. ولما كانت فرقة دومينوف بتخرج بتلاحظ ماريا ان ساشا مش موجود وبتوقف الكل يدوروا عليه، بس بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من الصواريخ بتنزل على القاعدة وبتفجرها. وبتتضايق ماريا وبتبص لإيد وبتقول له انت كنت تعرف باللي هيحصل ده؟ بيقول لها ايوه، ولو كان ساشا معانا كان الفرقة دي كلها ماتت بدل القاعدة اللي اتفجرت، ومش هيكسبوا الحرب وينقذوا البشرية. وتاني يوم بيلاقي يوري مجموعة تانية بس كانت ناقصة كتير كمان ومعاهمش ذخيرة، بس لحسن الحظ بيلاقيهم فريق دومينوف وبيطلبوا منهم يروحوا معاهم لان مفيش قاعدة يرجعوا لها اصلا. وبعد ساعات بيوصلوا لمكان البرج اللي مفروض را موجود فيه، وبيتفاجئوا بالشارع مقفول قدامهم بناس متسيطر على عقولهم، وكان منهم ناس بترمي نفسها من فوق السطح وكانوا ماسكين قنابل وبيفجروا الدبابات. بس وقتها الجنود بتتحرك وبتموت اللي تقدر عليه من الناس دول، واي حد بيجي قدامهم بيدوسوا عليه. وبيوصلوا للبرج وبيطلع يوري وكام جندي للسطح والباقي بيفضلوا على المدخل علشان يأمنوا المكان. وكان القتال لسه عنيف وعدد الناس كتير، حتى والجنود طالعين على السلم بيقابلوا ناس كمان وبيخلصوا عليهم وبيطلعوا على السطح، وهناك بيقابلوا را وبيحاول يوري يهجم عليه، بس را بيبعدوا عنه ببساطة وبيخليه متعلق في سور البرج. وقتها إيد بيهاجم را وكان القتال بتاعهم غريب وسريع، بس لما يوري بيرجع تاني بيسمعوا صوت انفجار في الشارع، بيتشتت انتباه را وبيقدر إيد يضربه وبيدخل ايده جوه جسمه وبيخرج الجهاز اللي مشغله، ويوري بيحط قنبلة جوه جسمه وبينفجر وبيموت. وبيقدروا يفك السيطرة على البشر اللي كانوا متحكم فيهم، وبيعرفهم ان الخطوة الجاية هي قتل الكائنات الفضائية. بس جينيا بيتضايق وبيقول انت ما حذرتناش ليه قبل ما تحصل الموجة الاولى. وقتها ماريا بتشكره وبتفخم فيه بسبب اللي بيعمله، بس جينيا بياخد السكينة وكان عاوز يموته، بس بيستخدم قوته وبيخليه يخلص على ماريا غصب عنه. وكان أوليجا عاوز يهاجمه بس يوري بيمنعه بيقول له ان ده املهم الوحيد. وبيتخانق أوليجا مع يوري، وقتها بتمسك أوليج المسدس وبتخلص على يوري، وجينيا بيحاول يخلص على إيد مرة تانية بس بيمنعه بسهولة. وأوليج بياخد السلاح وبيضرب إيد بس بيتحول وبيبقى ابوه علشان يمنعه يخلص عليه، وبيظهر كمان اكتر من واحد، بس جينيا بياخد واحد منهم وبيقع من فوق البرج وبيكون هو إيد الحقيقي وبيموت فعلا. وفي اللحظة دي بتهبط سفينة الفضائيين، وأوليجا بياخد الجهاز اللي خرجوه من را وبياخد سلاح من الجثث الميتة، وبيدخلوا هم الثلاثة السفينة اللي بتفتح أبوابها لأنها مفكرة إنه را معاهم. وجوه بيشوفوا المئات من الكائنات الفضائية نايمين في كبسولات، ولما بيضغط أوليجا على الجهاز بينتقل الأكسجين للكبسولات، وبكده هم جاهزين يخرجوا بعد فترة صغيرة. بس بيضربوا على واحد منهم وبيموت، بس مش معاهم ذخيرة يموتوا العدد ده كله. وبيلاحظ أوليجا الأنابيب اللي بتنقل الأكسجين ولو دمروها هتقتل الكل، وفعلا بيعملوا كده وبيقطعوا أنابيب الأكسجين عن الكبسولات وبيموتوا فعلا. ولما كانت إليون هتدمر آخر واحدة بتكتشف إنها بتوصل الأكسجين للأطفال. وقتها كان انتهى الوقت وبيخرجوا الأطفال من الكبسولات، ولما أوليجا بيشوفهم بيرمي السلاح على الأرض لأنه مش هيقدر يأذي المخلوقات الفضائية البريئة. وبس كده، لو عجبك الفيلم اتأكد تضغط على الإعجاب وتشترك هنا بالقناة وتفعل الزرار بتاع الجرس. سلام.